هو أنا لازم أضيف أدوية كورتيزون في جهاز النبلايزر؟ الصح والتوصيات والشغل العلمي والشغل اللي إحنا مجربينه مع حالاتنا ومع أحاديث الولادة وكل الأطفال من سنتين ل3 ل4 وفما فوق كمان، لأ، مش محتاج أضيف أي حاجة، ولا الفاركولين اللي هي السالبوتامول المادة الفعّالة، ولا البيودوزينايد المادة الفعّالة اللي هي الكورتيزون زي البالميكورت وغيرها. ولكن خدوا بالكم من الحتة دي، أنا ممكن أستعملها لو أنا في مستشفى والحالة تقتضي، لكن إن أنا أكتبها عمّال على بطّال وأشغّلها مع طفل لمجرد إن هو عنده شوية شخللة على صدره، فده الغلط بعينه. فكرة إدخال أدوية على جلسات المحلول للأطفال غير مطلوب وغير علمي وغير متماشي مع التوصيات اللي موجودة من أول يمكن 2022. الفكرة في حاجة واحدة بس، هل أنت عملت الجلسات صح؟ يعني إيه عملتها ب5 سنتي محلول، الجلسة طفلك يقعد عليها من 5 ل10 دقايق ويمكن توصل لتلت ساعة، إن طفلك سلِّكنا مناخيره وشفّطناها كمان عشان المخاط ما يضايقوش، إن طفلك خد حاجة دافية لو هو فوق ال6 شهور فما فوق عشان تداوي بالبلغم، هل إن عملنا علاج طبيعي أو خبّطنا له على ضهره بس ده ما عدناش محتاجينه الفترة ديّة، والّا إحنا ما عملناش أي حاجة خالص وسِبنا العيّل يعيّط قدّام الجلسة وقُلنا ما هو الدكتور قال لازم ما أعرفش إيه وياخد عدد جلسات، الكلام ده بنقول الأمور تهدى، لو طفلك متضايق ومتأزم وتعبان خالص يبقى ساعتها هنروح مستشفى هيعمل الجلسات على أكسجين مش على الجهاز بتاع اللي في البيت بتاع النبلايزر، وأخيرًا هيتحط فيها مواد تانية اللي هو الكورتيزون وموسعات الشعب، وأخيرًا هيتعمل له حجز مستشفى وأشعة على الصدر ومتابعة مع كام دكتور كمان.